هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 28 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم وضمن برنامج فنجان جبنة لهذا الأسبوع الفنجان الذي تناولناه بصحبة الأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي، وتناولنا معه فنجان قهوتنا في مدينة أغردات. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات الإريترية تمنع بطريرك الكنيسة الإثيوبية من دخول البلاد. التشييع الرسمي للرئيس المخلوع حسني مبارك يثير جدلا واسعا في مصر. اتفاق أفغاني أمريكي يبشر بعهد جديد. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. منعت سلطات مطار أسمرة الدولي بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية الأنبا برهانيوس ديميرو من دخول البلاد، واحتجزته لمدة 24 ساعة في المطار، وقامت بعدها بإبعاده إلى بلاده. وكان رجل الدين الإثيوبي قد وصل إلى إريتريا لحضور الذكرى 50 لبناء كنيسة كيداني مهرد في أسمرة. وكما هو معلوم فإن تأشيرة الدخول إلى إريتريا تمنح للمواطنين الإثيوبيين في منافذ الدخول الرسمية بعد اتفاق الصلح مع إثيوبيا، ولكن بعد وصول البطريرك فوجئ بقرار السلطات منعه من الدخول، واضطر إلى مغادرة المطار في ظهر اليوم التالي لوصوله. ولم تحدد السلطات الإريترية أسباب منع البطريرك من دخول البلاد، ولكن البي بي سي قالت بأن المنع جاء على خلفية مطالبة أحد القساوسة الإريتريين بإصلاحات سياسية العام الماضي، مما أغضب السلطات على الكنيسة. الجدير بالذكر بأن السلطات الإريترية تضع الكنيسة الكاثوليكية بشكل خاص تحت سيطرة الأجهزة الأمنية بعد تعيين الحكومة للبطريرك ديسكوريوس بدلا من البطريرك المحتجز قيد الإقامة الجبرية الأنبا أنطونيوس، والذي تعتبره الكنيسة الكاثوليكية البطريرك الشرعي الوحيد للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية. أثار التشييع الرسمي لجنازة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما، جدلا واسعا في أوساط الشعب المصري. وشهدت القاهرة جنازة عسكرية رسمية للرئيس المخلوع، حيث سار الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى جانب ابنيه علاء وجمال، وقدم تعازيه الحارة لأسرة مبارك، وتم إعلان الحداد لمدة 3 أيام. وعلق أحد المواطنين المصريين للبي بي سي قائلا بأن مبارك أعظم رئيس مصري، حيث أمن لمصر الاستقرار خلال 30 عاما الماضية، بينما اعتبر آخرون بأن تشييع مبارك إهانة كبرى لثورة الشعب المصري في 25 من يناير، والتي أطاحت بحكمه الطويل. وكانت محكمة قد حكمت على مبارك بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل المتظاهرين، ولكنها عادت وألغت القرار. الجدير بالذكر بأن وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي مرت دون أي ترتيبات رسمية، وتم دفنه وسط حضور أفراد من عائلته فقط. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية بأن أفغانستان تقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخها مع اقتراب الولايات المتحدة من توقيع اتفاق مع حركة طالبان يؤمن انسحابها من أطول حروبها، ويفتح الباب لحوار بين المتمردين والحكومة في كابول. وقد يمهد الاتفاق لإنهاء 4 عقود من النزاعات في أفغانستان، لكن الاستقرار لا يبدو مضمونا في ظل الغموض المحيط بنوايا طالبان والأزمات السياسية التي تهدد بإبقاء البلاد الفقيرة في نفق المظلم. ويأتي توقيع الاتفاق في الدوحة بعد أكثر من عام من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة، والتي علقت عدة مرات بسبب أعمال العنف، ولم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق، لكن من المتوقع أن يتيح للجيش الأمريكي بدء انسحابه كما يرغب الرئيس الأمريكي، فضلا عن جزء كبير من الطبقة السياسية والرأي العام الأمريكي.
بهذا الخبر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلطات الإريترية تمنع بطريرك الكنيسة الإثيوبية من دخول البلاد. التشييع الرسمي للرئيس المخلوع حسني مبارك يثير جدلا واسعا في مصر. واتفاق أفغاني أمريكي يبشر بعهد جديد. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج فنجان جبنة، البرنامج الذي افتتحناه الأسبوع الماضي بالتعريف بأسباب تقديم البرنامج، وأرجو أن يكون قد حاز على إعجابكم ومتابعتكم. وكما ذكرت في الحلقة الماضية أن نحن حننتقل من في أرجاء إريتريا، في أرجاء الوطن الحبيب، نتناول فنجان قهوة، فنجان جبنة بمعية أبناء وبنات المدن الإريترية المختلفة، نتعرف على عاداتنا، نتعرف على تقاليدنا، نتعرف على بعضنا أكثر، لأنه نستفيد من مجال أن نكون نحن عبر الأثير في الإذاعة نمد جسور التواصل والتعارف. وعلى هذا الأساس نصحبكم اليوم إلى واحدة من زهرة المدائن في إريتريا، مدينة اشتهرت بتاريخ وطني كبير. تميز هذا التاريخ بأنها كانت عاصمة للإقليم الذي تقع فيه. من ناحية اقتصادية تعتبر مورد أساسي من الموارد الزراعية والحيوانية للبلاد. من الناحية الثقافية تعتبر مدينة معلم بارز في التاريخ الإريتري. المدينة هذه لو المدن عادة تعرف بمعالمها، سواء كانت هذه المعالم معالم أثرية، معالم عمرانية، إضافة إلى معالم أخرى هي الشخصيات التي يطول ذكرها وتاريخها ويطول حضورها في الأوساط الاجتماعية. قبل الدخول في فنجان جبنتنا اللي حنشربه اليوم إن شاء الله في مدينة أغردات، نبدأ بالترحم أولا على الشيخ الراحل المغفور له بإذن الله إدريس حامد سعد الله، وهو الرجل الذي رحل في الأسبوع الماضي وكان له أثرا كبيرا في التعليم. ورحيل المربيين والمعلمين إنما هو خسارة للأمة، فلذلك نحن نتقدم بخالص العزاء والعزاء المخلص والصادق لأسرة الشيخ إدريس حامد سعد الله المعلم والمربي الجليل، ونتقدم كذلك لطلابه وتلاميذه في داخل إريتريا وفي خارجها وفي المعهد الديني بكرن بالتعازي، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله قبول حسن وأن يجازيه عن أمته وعن طلابه بكل ما هو بما قدمه، يجازيه ثوابا وغفرانا ورحمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مرة ثانية أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها أحد أبناء مدينة أغردات، لأسرة عرفت في أغردات بأنها من المعالم البارزة لمدينة أغردات. ويكفي أن والده هو محمد صالح حالي الذي استشهد في يوم الأحد الأسود في مدينة أغردات، وبمعية الأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي. فأهلا وسهلا بكم في فنجان جبنتنا من مدينة أغردات.
أستاذنا إبراهيم محمد صالح حالي واحد من الناس اللي عملوا في وزارة الإعلام الإريترية بعد بعد تحرير 1992-93، وهي الفترة اللي نحن بنسميها في ذيك إلى الآن، يعني هي فترة التأسيس للعمل الإعلامي في مرحلة الدولة. هاي كان طبعا هناك عمل إعلامي في الميدان، ولكن انتقل مع انتقال الأجهزة والكفاءات والكوادر إلى العاصمة، وتأسست وزارة الإعلام بفروعها متمثلة في جريدة إريتريا الحديثة بالعربي والتجرينيا، وصوت الجماهير، وكالة الأنباء الإريترية، إضافة إلى صوت الجماهير التلفزة الإريترية. إبراهيم محمد صالح حالي، أهلا وسهلا بك من مدينة أغردات. أهلا، نرحب بك. أولا ترحيبنا بك هو ترحيب بمدينة أغردات في أول فنجان جبنة ننتقل فيه من باريس إلى زهرة المدائن أغردات، نتعرف على أهل أغردات، نتعرف عليك، وأهلا وسهلا بك. فممكن تقدم لنا نفسك وتقدم لنا أغردات كما تراها أو كما عرفتها، الاسم والمعنى والدلالة. هذه إذاعة إرنا. أولا أشكر إذاعة إرنا على هذه الاستضافة اللطيفة، وأشكر الأستاذ فتحي عثمان أيضا. وأنا إبراهيم محمد صالح حالي. حقيقة أنا ما الشخص الذي يتحدث عن أغردات وعمقها التاريخي، لكن ما يسعدني أني أنتمي لهذه المدينة الصامدة وأهلها الطيبين، وأكرر شكري للأستاذ فتحي عثمان. الشكر موصول إليك يعني لتكلفك عناء الحضور إلى استوديوهاتنا في باريس. ونبدأ معاك من أغردات. أغردات الاسم، والاسم اللي ممكن في بعض الأحيان يتحور يعني بحسب اللهجات واللغات، أغردت وأغردات وكذا. الاسم، دلالة الاسم وارتباطه بالحياة، يعني مثلا مشتق الاسم، القبائل اللي موجودة، ممارستها للرعي وللزراعة يعني الأنشطة اللي موجودة اللي أعطت أغردات سمتها المعروفة واللي تميزها مثلا عن كرن وعن بارنتو مثلا. يعني أولا بالنسبة للاسم، حد علمي وحد ما سمعته أنه اسم أغردات قبل أن تصبح مدينة هي كانت مربط لبهايم أبناء البني عامر، هي القبيلة الأساسية التي سكنت المنطقة في البداية. وهذا الاسم حد ما سمعته وحد علمي جاء من كلمة الجراد اللي هي الحشرات التي تلتصق بالماشية وكذا، فهذا هو مصدر الاسم حد علمي أنا. تمام. أما عن المدينة لاحقا فهي مدينة رائعة جميلة، هي نموذج إريتري مسقر تحتضن كل المكونات الإريترية بمختلف أعراقها وانتماءاتها الطائفية والإثنية. بالنسبة لنشاطاتها، أغردات معروفة إنها مدينة الجناين أو تشتهر بزراعة الموز، وبها أكثر من 120 مزرعة موز يملكها من يقطن المدينة. طبعا مزارع الموز قائمة على ضفاف النهر في أغردات، وتسمى بالجرادين، يعني جرادين الموز، وتعتبر أغردات مصدر كبير للموز للمدن الإريترية الأخرى. بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي في مدينة أغردات يعني قدمت معالم بارزة، شخصيات إريترية أصبحت رموز في التاريخ. نذكر يعني على سبيل المثال لا الحصر فقط إدريس محمد آدم الزعيم الراحل، رئيس أول برلمان إريتري في عام 1952. نذكر أيضا عمر كلفي، ونذكر أيضا عمر حسن وزير العدل في الحكومة الإريترية 1952. نذكر الآن مثلا السفير حمد كله أطال الله عمره. وقدمت أيضا مدينة أغردات نخبة من الإعلاميين، منهم الراحل محمد إبراهيم دبسائي، الصوت المتميز والوجه المتميز في التلفزة الإريترية، وكذلك الأخت نعمة دبسائي، الأستاذ أحمد شريف. في الفن قدمت محمد عثمان،
فنان التجرايت الشهير وأسماء أخرى. طبعا هذا على سبيل المثال لا الحصر، يعني نحن ربما لا نستطيع ذكر كل الناس، لكن هناك مناضلين وفدائيين وفدائيات نساء من أغردات يعني لهم تاريخ طويل في النضال الوطني الإريتري، وللمرأة الإريترية كمان كان لها دور كبير. لذلك هذه المدينة لها يعني مساهمة وطنية كبيرة. ويضاف إلى ذلك أنها يعني تميزت من باقي المدن أن فيها مكتبة أغردات العامة، مكتبة أغردات وجامع الأرواح. فخلونا ننتقل إلى داخل المدينة ونتعرف على السوق بتاع مدينة أغردات وأماكن تناول الجبنة، فأبقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الفنجان مع إبراهيم محمد صالح علي من أغردات. ونبتدي فنجان جبنتنا في وسط أغردات. حدثنا يا إبراهيم لو سمحت عن وسط أغردات. أنا لاحظت يعني من خلال زيارة للمدينة أن فيها يعني متعة صراحة في تناول الجبنة في السوق. ففي تقاليد مرتبطة بتناول الجبنة في سوق أغردات، وفي تقاليد يعني معروفة بالنسبة للسوق المجاور لجامع الأرواح. ولماذا سمي يعني المسجد بجامع الأرواح؟ وما هي العلامات البارزة مثلا لثقافة تناول القهوة؟ يعني إنه مثلا هل في أوقات محددة من الصباح إلى الظهر إلى المساء؟ هل هناك في عمل تجاري مرتبط بها أو شيء من الأشياء المميزة لهذا التقليد الوطني المعروف؟ أغردات مدينة جميلة وعريقة. من يحب أن يستمتع بلذتها هو ليس من يأتي عابرا، إنما من يمكث فيها فترة. تمام. فواحدة من تقاليدها الأساسية هي شرب القهوة أو الجبنة. تمام. الجبنة شيء أساسي ومؤصل في أغردات. فمثال لذلك مثلا هنالك مكان يسمى بمقاريت. تمام. بمقاريت اللي هو سوق للحدادة، بجواره هنالك أماكن كثيرة للجبنة، لكن أشهرها كان لشخص من أبناء أغردات يسمى صالح عافا. فصالح عافا واحد من رموز الجبنة في أغردات. فكل سكان أغردات بمن فيهم تجارهم، أصحاب الدكاكين، أصحاب الجرادين، العمال، كلهم يحتسوا الجبنة، يشربوا جبنتهم كل صباح مع صالح عافا. ومن بعدها الكل يذهب إلى عمله. فهذه كانت مميزة. أغلب الناس ما في حد سكان أغردات ما في حد يشرب الجبنة في بيته الصباح، يشربها عند صالح عافا، وصاحب الدكان يمشي إلى دكانه، وصاحب التجارة، وكذلك أصحاب الجرادين والعمال. فكانت جبنة مميزة، والكل يقضي يومه في العمل، وفي المساء الكل يجتمع عند صالح عافا قبل الدخول إلى منازلهم، يشربون الجبنة مجددا مع صالح عافا، ومن بعد ذلك كل واحد يذهب إلى بيته. هذه ميزة صالح. فما أعتقد أنه ما في أحد ما شرب جبنة صالح عافا أو ما يعرف صالح عافا في أغردات. فكانت مميزة وبطعم مميز وجبنة بالزنجبيل، فكانت رائعة جدا. وكل ما أذكرها أشتاق إليها وأشتاق إلى تفاصيل أغردات الجميلة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ممتاز. طبعا نحن دائما نقول إنه كل المدن الإريترية عندها مميزات، ومميزاتها إنه معالم البارزة. يعني مثلا في قهاوي مشهورة في تسني وفي كرن وحتى في أسمرة، يعني معروفة ارتبطت بأسماء محددة. أغردات طبعا اتميزت بأنها هي يعني عاصمة نشاط ثوري. يعني أذكر إنه أنا في فترة من الفترات إنه أطفال أغردات كانوا يغنوا أغاني جبهة التحرير القديمة، جبهة التحرير قلناها من بدري، ورشاشات جبهة التحرير سكاب لالي كلايا. يعني دي لا زالت مرتبطة، حتى أتذكر في التحرير الأول لمدينة أغردات وكذا.
أغردات دفعت ثمن نتيجة انحيازها للثورة وللعمل الوطني المقاوم للاستعمار. نحن حنبدأ معك يعني من المعلم البارز كمان تجاهات أغردات، مثلا الأسرة الكريمة عائلة مستر الشيخ العميد، هذه الأسرة الدينية التي أسهمت في إنه يعني الثورة الإريترية أيضا يعني تنطلق وتأخذ مسارها، لأنه كان في جانب الإغناء الشعبي بأنه متى ما انحاز الشيوخ للثورة فإنه الجماهير حتنحاز لها. لكن انطلقت الثورة وكانت أغردات يعني محطة من محطات الأولى ودفعت الثمن في مجزرة أغردات. فهل ممكن تعرفنا على هذا الثمن الباهظ وعلى ارتباط أغردات بالثورة؟ يعني أعتقد أنه ارتباط أغردات بالثورة جاي من وحدة أبنائها، جاي من وحدة أبنائها وتماسكهم من كل طوائفها وعرقياتها الإنسانية. فأغردات هي باعتبارها كأسرة واحدة، وهذا كان سبب ودافع أساسي لأنه أغردات تكون منطلق الثورة الإريترية. فزي ما قال الأستاذ فتحي إنه سيدنا مصطفى وشيخ الأمين وشيخ داود كان لهم دور في إقناع الشعب، كما كان لهم دور، ذكر الكلام ده تقريبا الأستاذ إبراهيم توتيل في كتابه للشيخ داود، في إقناع القائد عواتي لبداية الثورة. فبعد ذلك أغردات دفعت ثمنا كبيرا، وأكبر الأثمان هذه كان مجزرة أغردات سنة 1975، أعتقد كانت في يوم 9 مارس، فراح ضحيتها ما يقارب 400 من أبنائها، وكان واحد منهم والدي محمد صالح حالي، وكثير من شباب أغردات ونسائها، وحتى لم تسلم حيواناتها في هذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. طبعا هذه المجزرة يعني مسجلة في التاريخ كواحدة من أبشع الجرائم اللي ارتكبها الجيش الإثيوبي في إريتريا، كمجازر عونة بسكديرة ومجزرة شعب وأغردات وحرقيقو وإمبيرمي عاد إبراهيم. نعم، وعاد إبراهيم. هذه يعني كانت فظائع. هذه الفظيعة اللي ارتكبها الناس كيف كانت بتتداولها؟ يعني أنت بما أنه الوالد الله يرحمه كان أحد ضحايا هذه المجزرة، يعني كيف عناصرها؟ يعني الآن الناس عاوزة تعرف الحصل شنو في اليوم ذاك. أنت ما كنت حاضر، لكن الوالدة، أعمامك، أهلك بيذكروا أنه يعني شنو الحصل في اليوم ذاك. أنا بعرف أنه المدينة تم حصارها في وقت مبكر من الصباح بآليات عسكرية الناس ما كانت متوقعة. فمن خلال الروايات السائدة في أغردات ماذا حدث في ذلك اليوم؟ طيب، في البداية طبعا أنا ووالدتي وأخواني ما كنا موجودين في أغردات في ذاك اليوم، كنا في أسمرة. تمام، حدثت المجزرة ومن ثم سمعنا بخبرها، ونحن كأطفال طبعا ما نعي وقتها، تقريبا أنا عمري ما يتجاوز 5 سنين وقتها كان. تمام. أما تداولها كان بعد التحرير، ما سمعته من الناس الذي حضروا المجزرة ونجوا منها، فكانت فظيعة جدا. يعني ناهيك من أنه تعيش يوم بمثل هذه المجزرة، فكونه يحكي لك عنها من حضرها ونجا منها، يعني كان شيء بشع تقشعر منه الأبدان، يعني ما ينتمي للإنسانية بأي حال من الأحوال. فكتار من نجوا من هذه المجزرة ولا زالوا موجودين في أغردات، ومنهم من موجود هو في المهير الآن. تمام، أعتقد أنهم هم يحكوا عن هذه التفاصيل بشكلها الغريب. يعني جدتي والدة والدي، جدتي والدة والدي حضرت هذه المجزرة، فكانت قلقة على ابنها، فطلعت، وهذه المجزرة في أثناء حدوثها طلعت من منزلها بحثا عن ابنها. فبحكم التقليد في الزي اللي بيلبسوه في المنخفضات في إريتريا هو التوب، يعني التوب زي السوداني، فقطعت ثوبها وهي تكفن الجثث التي واجهتها في طريقها، إلى أن اكتمل ثوبها
ورجعت بيتها بفستان بعد ما وجدت ابنها قتيلا. طبعا هذا تاريخ يعني رغم الجانب السوداوي والوحشي فيه، يظل هو جزء من تاريخنا، يظل هو جزء من بطولات شعبنا، دفعه لثمن يعني انضمامه للثورة وتطلعه للحرية والانعتاق. ونحن يعني نترحم على شهداء مجزرة أغردات وكل المجازر التي ارتكبت في إريتريا، ويعني يظل يعني هؤلاء لهم دين علينا وعهد أنه ما استشهدوا من أجله يجب أن يكون حقيقة واقعة اليوم وغدا وبعد غدا. يعني هذا التزام وهذا عهد يعني يجب علينا في كل لحظة توقف عنده وإكباره، ويرتبط دائما بمدننا الإريترية زهرة المدائن أغردات والمدن الإريترية الأخرى. ونتابع معكم فنجان قهوتنا مع أخونا إبراهيم محمد صالح حالي من أغردات، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. شهداء أغردات دفنوا في مقبرة تعرف بمقبرة أوتيت. مقبرة أوتيت من كثرة الناس اللي استشهدت في ذاك اليوم الدفن ما كان بالفرادة، كان القبر يحوي ما أكثر من 30 شخص، فالحفر بالجريدرات، لأنه لا يمكن في مدينة جوها ساخن وحار إنك تترك جثث حتى تتعفن، فما كان في خيار أمام أبناء المدينة إلا هم يحفروا بالجريدرات ويدفنوا كل مجموعة مع بعض. لازلنا معكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم في مدينة أغردات زهرة المدائن في إقليم القاش بركة. هذه المدينة ذات التاريخ العريق، وفي صحبة الأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي. إبراهيم، هذه المدينة يعني معروف أن سكانها خليط من القبائل ومزيج يعني من التعايش والتسامح والثقافات المختلفة يعني، وهي كثير المدن طبعا لها تاريخ الثقافي. من ضمن التاريخ الثقافي اللي نحن اللي عادة بنحتفظ به للمدن إنه في معالم، يعني في أشخاص معروفين بالطرافة بخفة الدم. وأغردات معروفة، يعني أذكر أنه أنا في مرة من المرات وصلت أغردات وكانت تقريبا الساعة حوالي 1:00 ظهر، والمدينة طبعا مدينة حارة، يعني واقعة في منطقات جوها حار ومعروفة إنها هي. فبالفترة من تقريبا 12 إلى الساعة 4 بتكون يعني ما فيها حركة، بتكون حركة السكان قليلة جدا نتيجة الحر وكذا. فالتقيت واحد من شباب مدينة أغردات، وين الناس وين الشباب وين؟ فقال لي عم أغردات كأنه مدفون فيها حداد يعني من الحرارة. وفعلا ده توصيف يعني في شعرية عالية، أنه يعني مش فقط أنه يعايش فيها حداد، يعني كأنه مدفون حداد بحيث أنه حرارته تكون يعني متواصلة عبر الأجيال في المدينة. فهذه الروح وهذه اللغة يعني معروف بها أغردات. فممكن تذكر لنا من الشخصيات والمواقف الطريفة في مدينة أغردات؟ طيب، أغردات بالرغم من جوها الحار والقاهر والسخن وكل شيء، نحن كمدينة نحبها لأنه نعرف جمالياتها وين، نعرف كيف نستخلص جمال أغردات وكيف نعيش فيها. فمن ضمن طرائف أغردات الجميلة إنه واحد من أبناء أغردات اللي هو عايش في المهجر، وعلى ما أذكر هو طاهر قنوني، أعتقد موجود في الدنمارك أو السويد. فطاهر بعد زمن طويل جدا من أيام الاستعمار قاد إريتريا، وبعد التحرير رجع لزيارة إريتريا، ومن ضمن زيارته لإريتريا كان زار أغردات، فكان مع صديقه ما أذكر مين هذا الصديق. فلما نزلوا أغردات في موقف البساط، طاهر اختفى بشكل مفاجئ، فالصديق دور عليه فتشه ما لقى. بعد كده راح البيت، بعده طاهر ياهو في البيت قال له مشيت وين؟ أي قسكة بتقرأ يعني مشيت وين؟ فقال له سيننا اسكدورية سفاللكو، اللي هو اشتهيت واشتقت لرائحة الاسكدورية. الاسكدورية ده سوق يفتح على جامع الأرواح، فيه كل الخردوات باعتباره عطارة، تمام؟ فله رائحة مميزة جدا،
تباع فيه كل الخردوات والأروى والعطور والرياح وكده يعني. تمام. فدي واحدة من طرائف أغردات الجميلة كانت. طيب أثناء حديثك ذكرت جامع الأرواح. طبعا جامع الأرواح معلم بارز من معالم أغردات. من وين جاء الاسم الغريب هذا؟ يعني من وين جاي الاسم جامع الأرواح؟ طيب من ناحية سوق الإسكندرية بيفتح على جامع الأرواح، ومن الناحية الأخرى تفتح عليه دكاكين السوق. فيقال إنه جامع الأرواح دي مساحة فاضية داخل السوق مفروشة بالرمل، فيفتح عليها كان دكان واحد من اليمنة، يقال إنه اسمه كان با حكيم. فبا حكيم في الستينات تقريبا كان هو الوحيد الذي يملك رادي، فخط الرادي تبعه خارج الدكان ويفتحوا بصوت عالي، فكل الناس كانت تجتمع في جامع الأرواح ويجلسوا في جامع الأرواح عشان يستمعوا للأخبار العالم. فهذه هي الرواية اللي عندي حسب ما سمعته عن جامع الأرواح. فجامع الناس بمعنى إنه جمع الناس كلها، يعني إنه جمع كل الأرواح جلست في مكان واحد. طيب ننتقل معك للحياة الاقتصادية لأغردات. ذكرت إنه الناس بيجتمعوا في المقهى الصباح يشربوا القهوة وينطلقوا إلى أعمالهم، من ضمنهم مزارعين. الزراعة في أغردات يعني قدمت إيش لإريتريا من محصول، من إسهام اقتصادي، يعني غير حياة الناس يعني أصبح يميز المدينة هذه من باقي المدن الإريترية مثلا. طيب الناحية الاقتصادية أغردات طبعا تعتمد كانت على الجرادين أو زراعة الموز، وبدت في وقت مبكر جدا، أعتقد في خمسينات القرن الماضي شيء من النوع ده. فجدي كان من أول ما من الأوائل من الناس اللي بدوا هذه الزراعة. فأغردات فيها ما يقارب 120 جاردين. فال120 جاردين كل جاردين أقل شيء بيكون فيه أكثر من 10 عامل. فهذه واحدة من الإسهامات الأساسية والرئيسية اللي قدمتها اقتصاديا أغردات للمدينة، إضافة لأنهم يزرعوا الخضروات والبصل الطماطم، لكن الإنتاج الرئيسي كان هو الموز. هذا على مستوى الجرادين. لا بالعكس، يقال انهم في الستينات القرن الماضي كان بيصدروا للسعوديه وايطاليا وكذا يعني. اما على مستوى السوق هو غالب عليه في تجاره الاقمشه. تجاره القماش هي المشهوره. فاعتقد انه في زمن قديم كانت بالتهريب وكذا، فاعتادت عليها الناس، فلا زالت تمارسها حتى يومنا هذا. طيب الان نقدم لك فنجان جبنتنا يا استاذ ابراهيم قبل ما نختم معه. اهلا وسهلا. اهلنا التقري يقولوا بون كمس المراد، زي ما اهلنا التقريين يقولوا طعم بون، اللي يقولوا بون كمس المراد، والرد بتاعها طعم لها بكه. شكرا لك. كان هذا الجزء الاول مستمعي ومستمعاتي الافاضل لفنجان جبنتنا من مدينه أغردات في ضيافه واحد من ابنائها ابراهيم محمد صالح علي. نتابع معكم الجزء الثاني في الأسبوع المقبل. مع تحياتي فتحي عثمان، ومع تحيات زملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أعيد لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. السلطات الإريترية تمنع بطريرك الكنيسة الإثيوبية من دخول البلاد. منعت سلطات مطار أسمرة الدولي بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية الأنبا برهاني السوسديميرو من دخول البلاد، واحتجزته لمدة 24 ساعة في المطار، وقامت بعدها بإبعاده إلى بلاده. التشييع الرسمي للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يثير جدلا واسعا في مصر.
آثار التشييع الرسمي لجنازة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما جدلا واسعا في أوساط المصريين. اتفاق أمريكي أفغاني يبشر بعهد جديد. قالت وكالة الأنباء الفرنسية بأن أفغانستان تقف على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخها مع اقتراب الولايات المتحدة من توقيع اتفاق مع حركة طالبان يؤمن انسحابها من أطول حروبها ويفتح الباب لحوار بين المتمردين والحكومة في كابول. بهذا الموجز مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في برامج إذاعة أرينا. مستمعي ومستمعاتي الأكارم، لكم تحياتي فتحي عثمان وتحيات زملائي في الإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة أرينا.